طارت المقله بالشوكولاته كتجي بنينه بزاف وخطيره. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج 4 ديال البيضات، كاس ديال سكر سنيده، ساشي فاني. نخلطوا كلشي مزيان، من بعد غادي نضيفوا كاس مع مرش ديال الزيت، وغادي نضيفوا 2 كيسان ونص ديال الدقيق، 2 خمارات ديال الحلوى، و2 معالق كبار ديال الكاكاو، ومعلقه ديال الخل، وكاس ديال الماء. غادي نقسموا هذاك الخليط على 3 ونديروهم هكا في مقله، نغطيو عليهم ونخليهم يطيبوا. فاش غادي يطيبوا غادي نحيدوهم نخليهم حتى يبردوا، نسقيوهم بالسيرو ونديروا معاهم لاكاناش الشوكولا اللي حضرت معكم في الفيديو اللي داز. غادي نديروا 3 ديال الطبقات ما بين كل طبقه وطبقه الكاناش اللي حضرنا. صافي من بعد غادي نقادوها ونزوقوها باش ما بغينا. صدقوني انها كتجي بنينه بزاف وخطيره، خصوصا مع الكريم ديال الشوكولاط اللي حضرت. هنايا ذوبت الكريمه مع لا كريم فريش ودرتها هكا من الفوق، وشوفوا لي الطراوه نتوما كيفاش جات. نتمنى ان الفيديو نايل اعجابكم والصحه والراحه. طارت المقله بالكراميل وغير بيضه وحده كتجي بنينه وخطيره. غادي نحتاجو بيضه وحده، سكر الفاني، كاس ديال السكر سنيده. نخلطوا كلشي مزيان، بعد غادي نضيفوا نص كاس ديال الزيت، واحد الياغورت، وكاس في الاول ديال الدقيق، كاس ديال الحليب، 2 خمارات ديال الحلوى، وغادي نزيد نص كاس ديال الدقيق في الاخير. غادي يكون عندي القوام بحال هكا. غادي نقسموا على 3 ونطيبوا في المقله كيف ما طيبنا الكيكه ديال الشوكولات في الفيديو اللي داز. غادي ناخذوا لا كريم فريش نديروا معاها الجبن وصلصه الكراميل، نطربوا مزيان ونحطوها جانبا. ها هي الكيكه ديالي من بعد ما وجدت. نسقيوها بالسيرو، نديروا لا كريم في الوسط، وقطع ديال البنان وصلصه الكراميل. راها عندي مصوره فيديو الا بغيتوني نحطها. غادي نعاودوا الطبقات كلها، من بعد نزينوها هكا بالفويتين، ونديروا صلصه الكراميل هكا في الوسط، خطيطات بالحليب المركز المحلى. صافي ونقدموها كتجي بنينه بزاف وخطيره.